بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير، حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت فيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، المقصود بها العشر الأواخر من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم معروف إن فيهم ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال عنها: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وأحاديث كثيرة عن فضل العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم. لذلك يجب على الأسرة المسلمة، الزوج والزوجة، إن هم يجتمعوا على طاعة. ما ينفعش إن الزوج يكون لوحده في طاعة لوحده والزوجة تكون لوحدها، أو الاتنين يكونوا مجتمعين مع بعض وتاركين أبنائهم. لابد أن الأسرة المسلمة بالذات وبالأخص في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم أن هي تعمل أجواء أسرية إيمانية في هذه الأيام الفضيلة، عشان بإذن الله يبلغوا جميعا ليلة القدر، الأسرة كلها مع بعض. لذلك حلقة اليوم بإذن الله تحت عنوان العشر الأواخر في أجواء أسرية، مع ضيفتنا المشرفانا الأستاذة سعاد دنكلاي، الناشطة الاجتماعية. السلام عليكم يا أستاذة سعاد، وأهلا ومرحبا بحضرتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أستاذة ندى وبمشاهدينك وبرنامجكم المميز. حياكم الله. حياكم الله، وكل سنة وأنتم طيبين، وحضرتك بألف صحة وسلامة يا رب العالمين، وكل الأمة الإسلامية في كل مكان. طبعا لا يخفى على أحد أن العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني التركيز، جل التركيز فيهم في الطاعات والعبادات حتى نربح وندرك ليلة القدر. طبعا المسلم معروف انه مأمور انه راعي ومسؤول عن رعيته، وبالتالي رعيته مسؤولة منه انه ياخد بايديها للطاعات والعبادات، ما يكونش بمفرده. خلينا نتكلم الاول عن الزوج، الرجل رب البيت، دوره في هذه الأيام المباركة مع أسرته، وبالذات في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم في الأجواء الإيمانية. نعم. الإسلام بيأمر الفرد المسلم أنه لا ينفرد بالعبادة، لكن يأخذ أسرته معه في يده. حتى من المبشرات أنه يوم القيامة في الجنة تجتمع الأسرة كلها كما هي. يعني ربنا يقول: والذين آمنوا اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وقوله: أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وذرياتهم وزوجاتهم. يعني إن شاء الله أنت عشان الأسرة كاملة كما هي الآن موجودة ومترابطة في هذه الدنيا حتى تنتقل وتجتمع بإذن الله تعالى في الجنة، لابد أن تتآثر وتتعاون في العبادة. بعض للأسف يعني البعض إنه اللي بيحصل إنه الرجل يذهب يعني يؤدي الصلوات في المسجد ويعود ويترك الأسرة، أو بالضبط. أحيانا تكون مثلا الأم هي أكثر يعني ربما تدينا، فهي بتروح بتصلي أيوة، وسايبة سواء الزوج أو الأبناء. إحنا بالضبط. عاوزين في خلال الحلقة هذه نقول لا، ما أجمل عندما تكون الأسرة كلها مع بعض تتفق في العبادة بأشياء بسيطة. يعني إذا كانوا بيصلوا في المسجد يخلوا الوتر، يعني خلوا الوتر يرجع، خصوصا لو هو الرجل يعود إلى المنزل ويؤم أسرته في صلاة الوتر. حتى من السنة إنه في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا تتركوا بيوتكم مقابر. يعني أنت بس تروح تصلي ال5 صلوات في المسجد وتترك أبنائك ماذا تركت. نعم. وعشان كده يفضل إنه دائما تبقي صلاة الوتر تصليها في المنزل. هذا من ناحية الرجل يعني. أما الزوجة، طبعا الزوجة كونها هي أساس البيت وعماد البيت، إحنا دائما بنقول يعني ما شاء الله، وهي موهبة ربنا منحها للمرأة، إنه عندها قدرة على الابتكار وتخلق من أجواء العبادة نفسها دي
أجواء أسرية جميلة. حتى لو ما كانت صلاة، الدعاء لو اجتمعوا بدعاء. حتى واحدة من الأخوات تقول نعمل أجواء رومانسية، يعني بتحط شموع وكذا وإضاءة خافتة ويدعو. هذا برضو يعني نجمع الدنيا والدين يعني. إذا في أطفال ليجمعوا أبنائهم معهم، أذكار الصباح والمساء. وجبة سبحان الله، رمضان هو لوحده بيجمع يعني وجبة الإفطار ووجبة السحور. حضرتك أشرتي لنقطة مهمة يا أستاذة سعاد، الجانب العاطفي أو الجانب الرومانسي. بعض الزوجات بتظن إن خلاص طالما دخل شهر رمضان الكريم، وبالأخص دخلت علينا العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، انتهى كلامي مع زوجي وانتهت علاقتي اللطيفة الرومانسية الجميلة معاه، خلاص احنا للطاعة وللعبادة، وطول الوقت هي لابسة لبس الصلاة، إسدال الصلاة، هي قاعدة بيه في البيت والمصحف في إيديها والسبحة في إيديها، وطول الشهر الكريم للعبادة والطاعة فقط. والزوج لا، يعني بعد العيد نبقى نركز معاك بقى أو نشوفك أو نبقى نسلم عليك يعني، لكن طول رمضان لا، احنا مفيش حتى الكلمة الحلوة. لا بالعكس، رمضان هو أصلا شهر الترابط والتراحم، ليس فقط يعني على الأسرة الممتدة إنه صلة الرحم وكذا، لا، الأولى الأقربون أولى بالمعروف يعني. يعني زي ما قلنا، أنت ممكن من أشياء بسيطة تصنع منها تكسب فيها دنيا وآخرة يعني. فلا بالعكس، المرأة ملزمة إنه تقوم بأنها تتزين وتقوم بكل واجباتها كزوجة. وإن شاء الله رمضان بالعكس، يعني العبادة ليست على حساب إنه تتزين لزوجها أو تقوم بواجبها تجاه زوجها. أبدا، هذا مفهوم خاطئ يعني. تمام جدا. طيب احنا عندنا بعض الأسر ربنا يصلح أحوالهم جميعا يا رب، بيكونوا داخلين شهر رمضان وفي بعض الخلافات ما بينهم، وبعدين بنلاقي إن العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم ممكن يضيعوا وما يقدروش يجتمعوا على طاعة بسبب الخلافات ما بينهم، أو خلافات الزوجة مع أهل زوجها وخلافات الزوج مع أهل زوجته، مشاكل مع الأولاد. فخلينا نتكلم على النقطة دي، إزاي نستغل العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم في تذويب الخلافات وفي غرس قيم محترمة في نفوس أولادنا. شوفي، هو المفروض ده لا يرتبط بالعشر الأواخر، كان الأولى أن يكون مع بداية قدوم رمضان. يعني بالفعل. قبل أن تدخل أنت رمضان لابد أن تصفي كل العداوات وبالذات لما تكون صلة الأرحام. يعني الرسول أوصى بصلة الرحم وهي معلقة بعرش الرحمن. فحتى صيامك هذا ربما لا يقبل، وقيامك يعني أنت حتتعبد شهر كامل ثم لا تدري ستقبل أو لا، ليس بسبب تقصيرك في العبادة، ولكن بسبب تقصيرك في صلة رحمك. فما بالك لما تكون الزوجة أو الزوج أو أهل الزوج، يعني هنا بتكون الشدة أكثر. وإذا لم يتم في بداية الشهر فهذه أيضا فرصة في العشر الأواخر أنه نجدد العهد. من لم يكن سبق وتصالح، هذه فرصة. ورمضان سبحان الله هو كله موسم خير، ويعني كلما نعم يعني مشينا في الأيام كلما سبحان الله ازدادت الإنسان إيمانياته وتقوى. فمعلش نجي على نفسنا شوية، وسواء كان صلة الرحم بسبب هو غلط علي أنا غلطت عليه، أوكي، حتى لنفترض أنك أنت مظلوم، احتسبها لله، احتسب هذا الأجر لله، ولتكن أنت نعم ولتكن أنت من يبدأ، ليس من أجل فلان أو علان، ولكن ابتغاء لرضا الله تعالى، وحتى يتم صيامك بطريقة صحيحة ومقبولة بإذن الله. بإذن الله تعالى. طيب الجانب الخاص بالأبناء، العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم والشهر كله يعني شهر الخيرات والبركات والطاعات، بعض الأسر بتستغل أو بتستثمر هذا الشهر الكريم في غرس بعض القيم والمبادئ وبعض الأخلاقيات في نفوس أبنائهم. المفروض نستغل إزاي العشرة الأواخر من شهر رمضان الكريم في غرس القيم؟ نتكلم عن إيه مع أولادنا؟ هل يعني إن ما كانش بيقدر يصوم من بداية الشهر الكريم نبدأ نعوده على الصيام في هذه الأيام، ولا نبدأ إزاي مع أولادنا في هذه الأيام المباركة؟
إحنا كانوا عندنا زمان بيقولوا صوم العصافير. أيوة. فالطفل من وهو صغير إحنا نبدأ في تدريبه على الصيام اللي هو نصف النهار، يعني ما يصوم نهار كامل، لكن مثلا من الظهر للعصر، أو من الصباح وقت ما يصحى إلى العصر، هكذا، يعني ساعات محددة، وما تشعروا إنه هو ده أو هو ناقص أو شيء، لا، هو بيكون يعني يصوم وهو يشعر إنه هو يعني صام وزيه زي الكبار، وبيجي وبيقعد على سفرة الإفطار وهو يشعر إنه هو فعلا صام يعني. في شيء يعني أنا ما أحبه بالذات بعض الدول اللي بيكون رمضان بيداوموا فيها المدارس. هو طبعا إحنا لا نفرض الطفل إنه يصوم، يعني قلنا تكون ساعات محددة، لكن مهم إنه إحنا نزرع في الطفل تعظيم الشعيرة. يعني ما ينفع الطلبة وهم طالعين من المدارس بيتجاروا في البقالات وبيشتروا حلويات وعصاير. فعلا. لا، إحنا فعلا. زمان كانوا أيوة بيقولوا لنا لا، رمضان بيشوفك. فعلا. فهو رمضان فعلا. يعني أيوة. فحتى أنت والحقيقة فاطر أستاذة سعاد في معاناة بالنسبة للطلاب أو أبنائنا اللي موجودين في دول أوروبية بره، بيعانوا الحقيقة في المدرسة، لأن هم بيشوفوا لسه متعودين على صيام جديد، فبيشوفوا أطفال زيهم ما مش بيصوموا، فممكن لو هو بدأ صيام فيلاقي حد بياكل فيجوع فياخد منه أو يعزم عليه التاني. فدي بصراحة بتبقى معاناة على الأمهات والآباء على تعويد ولادهم على الصيام وهم في دول أوروبية غير إسلامية. صحيح، بس ده يعني إحنا لو زرعنا فيه الطفل، على فكرة الطفل عنده قدرة إنه هو يعني يصوم، لكن زي ما قلنا بتكون في ساعات محددة. أنا بس كنت بتكلم في جزئية اللي هو حتى وهو فاطر، يعني مثلا هو رايح المدرسة، أنا بفطره في البيت وبقول له روح، تمام، صيامك مثلا حيبدأ من أذان العصر، لما يأذن العصر ممنوع لا تشرب ولا شيء. بالزبط. لكن في نفس الوقت ما تمشي في الشارع وانت تشرب او انت تاكل. يعني انت حترجع البيت مثلا، رحت فطرته في البيت، راح المدرسة داوم، لما ممنوع انه هو حتى في النهار حتى في المدرسة ياكل او يشرب. لما يرجع البيت ثاني بحط له وجبة، خلاص هو الآن أكل ما قبل المدرسة وبعد المدرسة، بقول له الآن حتمسك تماما حتى عن شرب الماء إلى مثلا أذان المغرب. فأنت كده بتزرع فيه شعيرة تعظيم شعيرة رمضان، وإنه حتى هو لما بيكبر بيستهجن لما بيشوف إنسان كبير في نهار رمضان بيفطر أو بيأكل، ما بيتعود إنه عادي حتى لو أنا فاطر إنه في رمضان بالذات في الأماكن العامة إني أشرب أو آكل. بالمناسبة حتى هذه النقطة يعني وجب التنويه فيها حتى للفتيات اللي هي في فترة الرخصة وفترة الفطر. أيوة. بعض الأخوات بتبالغ يعني، نعم، يعني صار الآن أقرب إلى الموضة إنه لا للأسف. أنتوا ليه بتحرمونا؟ يعني أنا فاطرة، فتيجي تقعد لك في وسط الدار تحط وجبة، يا ريت في وسط الدار. أنا في الفترات السابقة بقيت ألاقيهم في المواصلات العامة يا أستاذة سعاد، ومفيش مشكلة يعني، فعيانا بيانا أمام الجميع، يعني دون حياء بصراحة للأسف. لا، طب أين التعظيم؟ يعني ربنا بيقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا جزء من تعظيم الشعيرة. يعني أوكي كلي، لكن الداري، يعني ادخلي في غرفة اقفلي الباب وكلي، خليكي في المطبخ كلي، مش حنقول لك صومي، يعني صومي افطري، لكن بدون أن تجرحي يعني نهار رمضان أو الصائمين الآخرين. تعظيما لرمضان، مش لأنه عيب أو ما ينفع أو لازم تستحي من إنه أنت عليك العذر، لا، إحنا ما بنقول تستحي إنه عليك العذر، هذه خلقة الله بالعكس، وهذه رخصة، لكن هناك فرق. نعم، لكن هناك فرق بين إنك أنت يعني تعظم الشعيرة وبين إنك يعني تأخذ بالرخصة وتفطر وتشرب كما يعني رخص الله لك. تمام جدا. طيب حضرتك تعلمي جيدا ان العشر الاواخر من رمضان خلاص بنبقى يعني بينتهي الشهر الكريم، ويا رب يا رب يبلغنا رمضان القادم ونحن في احسن حال يا رب، ويتقبل منا الشهر الكريم. بنبقى خلاص بنستقبل عيد الفطر المبارك،
وفي استعدادات معروفة في البيوت كلها، سواء كانت من الاستعدادات بتنظيف البيت لاستقبال الضيوف أو تزيينه، أو المعروف بالعمايل بقى الحلويات الخاصة بالعيد، سواء معمول كحك وبسكوت وما إلى ذلك، أو المشتريات ولبس العيد والكلام ده كله. فبالتالي بياخد وقت كبير جدا من الأسرة وخصوصا من الزوجة. وممكن تتفاجئ ان ال10 الأواخر اللي هم أهم 10 أيام من الشهر الكريم بيضيعوا منها، أو للأسف ضاعوا منها. ازاي قبل ما يعني تنتهي ال10 الأواخر من شهر رمضان نعمل حسابنا ونعمل توازن ما بين الاستعداد لاستقبال العيد، ما بنقولش ما تستعدوش، لا استعدوا، وما بين الالتزام والمحافظة على هذه الأيام الطيبة المباركة. حقيقة يعني نقطة مهمة ويأسف لها الواحد، بيبدأ رمضان وبتلاقي المساجد المصليات فل. العكس لما مليانة على بيجي الآخر. العشرة الأواخر بتخف، يا دوب بتكمل صف أول أو صفين. الحقيقة للأسف. هذا يعني شيء من الجهل، يعني لأنه أنت ما ينفع أنت تضيع هذه العشر الأواخر فيها ليلة القدر. يعني ليلة القدر دي حتغنيك عن عبادة 82 سنة. فهل يستحق لبس العيد أو السوق أنه أنا أضحي بهذه الليلة العظيمة؟ الحقيقة الإنسان لازم يكون عارف هو إيش بيسوي. ودائما إحنا بننصح وبنقول إنه أنت لازم ترتب أولوياتك. كان الأفضل إنه أنت تقضي يعني بالذات ملابس العيد، الأفضل إنه قبل رمضان حتى، يعني السوق هو نفسه. فعلا. لكن ربما البعض يقول لك لا، بضاعة العيد أوكي اشتري من بداية رمضان. إذا يعني أنت مزنوقة خالص، يعني ممكن نقسمها، روحي في النهار وتفرغي بالليل على الأقل حتى تستطيعي إنه تصلي التراويح والقيام وكذا يعني. فيعني نحاول أن نوازن. كعك العيد هو يعني حاجة جميلة، لكن أنا دائما بقول لهم كعك العيد هو حلاوته في الأيام الصنع، مش في يعني حلاوته مش في أكله، حلاوته في عملية الكعك وهم بيسووه كذا. فدي يعني الأم يا ريت لو تشرك الأطفال، يعني طب ما تقول نشتري لهم لا جاهز هو مش وخلاص يا أستاذة سعاد، نشتري جاهز وهي ترتاح والبيت يرتاح ونضيعش وقت وخلاص لل10 الأواخر. المفروض، لكن لنقل مثلا هي حابة إنه الأطفال يشعروا بالعيد وكذا، يعني اعملي كمية بسيطة اللي هي أنت تستفيدي فيها في خلق هذه أجواء العيد، يعني زي ما بيقولوا، لكن كملي من السوق، يعني السوق مش مقصر يعني، بس اعملي حاجة بسيطة. مش ضروري إنه كل كعك العيد يتعمل في البيت، اعملي شيء بسيط تكسبي فيه الأجواء الاحتفالية دي، كملي من السوق. هذه أولا. وثانيا زي ما قلنا تحاول تشرك جميع الأسرة بما فيهم الصبيان، يعني الرجال أو الصبيان في العائلة. يعني بالعكس الرسول كان في خدمة أهله، فما فيها حاجة إذا هم جلسوا وعملوا البتاعة دي حقت كعك العيد، يعني الكبة تبعت العيد. بالعكس حتى الأطفال، يعني ما تقولي له أنت تبعك مش حلوة، بالعكس. والطفل على فكرة بيحب حاجته، يعني هو هيقول لك دي فين، أنا أبغى حقتي، يعني هو عارف إنه دي شكلها مش عارف إيه، مش مضبوطة شوية، بس هو حاببها لأنها صنع إيده يعني. أيوة. فدي الأشياء كويسة، لكن زي ما قلنا نحاول يعني نسدد ونقارب. فأنت ما تشيلي. على فكرة أستاذة ندى، بعض الأمهات هي اللي تحب تخلق هذه الأشياء، وهي اللي تبالغ، يعني مش أفراد الأسرة بقدر ما إنه هي منها هي بتبالغ. فلا، يعني إحنا في العشر الأواخر هذا شهر عبادة، فالرسول زي ما قلت في بداية الحلقة كان يشد مئزره، يعني خلاص يعني حالة استنفار وحالة طوارئ. فإذا إحنا مش هنوصل للمرحلة دي، لكن على الأقل كمان ما تكون العشر الأواخر زي باقي الأيام. حتى سفرة رمضان يعني معلش ننقص الأصناف، يعني خلاص إحنا ما شاء الله بداية رمضان السفرة كانت عامرة، قولي لهم يا جماعة الآن إحنا العشر الأواخر حنبدأ وحنعمل. يعني هو دائما الأفضل إنه يتعمل جدول، خصوصا لو في أطفال في الأسرة، إنه اليوم حنعمل كذا وبكرة حنعمل كذا، فخلاص فالكل يكون مشارك في الاستعداد للعشر الأواخر
قبل العيد. وعلى فكرة حتى العيد يعني أوكي جهزوا العيد في آخر ليلتين، يعني ليلة 10 كلها بتروح يعني في للأسف يعني أما حتى لو احنا تنظيف هنعمل البيت في ده يومين احنا يعني نلاقي ال10 كلهم راحوا. للأسف. نعم. يعني تنظيف البيت، طب إيش المشكلة لو إحنا نظفنا البيت من شعبان؟ يعني مش هيتوسخ في شهر، يعني أنت سايبة البيت 12 شهر فجاية وجاية في ليلة ال10 العيد. الأواخر من رمضان عايزة تنزلي الستاير وتغسلي السجاد وتنظفي البيت وتخليه زي الفل في أهم 10 أيام فيهم ليلة لو أدركتيها يعني ربحتي دنيا وآخرة. الحقيقة أنا عايزة أعلق على حضرتك قبل ختام الحلقة على نقطة مهمة حضرتك ذكرتيها، وهي موائد رمضان. بتكون يعني في بعض الأسر مبالغ فيها جدا جدا يا أستاذة سعاد، وزي ما حضرتك تفضلتي إن تمام في أول شهر رمضان الكريم كان في يعني الدنيا كويسة وموسعينها على أحبابنا والعزايم والأمور دي كلها، ولكن خلاص يعني المفروض إن احنا نستشعر ونحسس أولادنا بمعاناة المسلمين في كل بقاع الأرض هم بيظلموا فيها، محرومين من الأكل، محرومين من الشرب، بيموتوا جوعا، مفيش ملابس بيلبسوها. فالحقيقة عايزين نلقي الضوء على النقطة المهمة جدا دي في ال10 الأواخر من شهر رمضان الكريم، استشعار والإحساس واستحضار معاناة كل أهالينا وأحبابنا اللي بيعانوا في كل مكان بيقهر فيه المسلمين. والله هذه نقطة جدا مؤلمة. هو أصلا يعني من ضمن فوائد رمضان اللي هو الإحساس بالجوع. إحنا للأسف إحنا في الزمن ده أصلا الإنسان ما بيصل لمرحلة إنه يحس بالجوع، لأنه أصلا بيتسحر تقيل لكن واحد من فوائد رمضان إنه أنت تشعر بالجوع، وهذا الجوع يذكرك بإخوانك اللي بيعانوا، اللي سواء في معسكرات اللاجئين الإريتريين موجودين في السودان الآن. مع أوضاع السودان الأخيرة ازدادت أوضاعهم سوءا، فإخواننا في غزة وما يعانوه الآن، في اليمن كنا نشوف الصور، يعني كثير من بلاد المسلمين كلها بتعاني. فضروري استحضار هذه المشاعر. ومن ضمن الأفكار اللي إحنا كنا حابين نقولها إنه أنت لو تحط حصالة، يعني حطها في صدر البيت أو في السفرة، نفس سفرة رمضان، حط على فيها مكان الحصالة مميز باينة فيه تكون ظاهرة. نعم. وكل يوم خلي بالذات لو في أطفال اجعل كل واحد فيهم يضع حتى إن شاء الله لو جنيه لو قرش، كل واحد وحسب إمكانياته، لكن أن يتصدق كل يوم بما يستطيع يعني. وبعدين في آخر رمضان يفتحوها مع بعض. فده الإحساس لوحده أنك أنت قاعد تشارك، يعني خصوصا وأنت يعني أصلا المسلم المفروض أنه يعني إنما المؤمنون إخوة. فالمؤمن ما يستلذ بهذا الطعام الجميل وله إخوان له على الحدود يعانوا، وخصوصا لما يكون من عدو وكذا يعني. فضروري استحضار هذه المشاعر. أنا بس عندي نقطة ذكرتيها اللي هو العزائم يعني. العزائم طبعا هو جزء من صلة الرحم، لكن يعني الإسلام هو دين اعتدال. إحنا دائما نقول أي حاجة أعملها لكن بتوازن. بالضبط. اعزم الأقارب تمام، لكن بدرجة من التوازن. إذا أنت حتعزم ساعد الزوجة أو الأم في تحضير هذه السفرة، سواء كان في إنك تدخل معاها المطبخ، أو حتى في إن شاء الله حتى في غسل المواعين، أو بما تستطيع يعني قدرتك إيش هو في المساعدة ساعدها. الرسول كان في مهنة أهل بيته، لأن في رجال بتستحي إنها تعمل كده. يعني كمان الأسوأ إنه أحيانا الزوجة لما بتشتكي بيقول لها أنت ليش بتشعري كده؟ أنت المفروض تحتسبي الأجر. أنت عارفة إنه ده رمضان. لا، طب هي عشان تصل لمرحلة إنه هي تحتسب الأجر ده، ما هي في النهاية بتتعب يعني. أكيد. فهي أكيد. عشان تصل لمرحلة إنه هي تحتسب الأجر في التعب ده، هي الاحتساب ده إيه؟ هو عمل قلبي. فالعمل القلبي ده أنا عشان أصل إليه أنا أحتاج إني أنا أصلي وأقوم الليل وأقرأ القرآن. لابد من عبادات تقوي إيماني حتى أنا أستطيع أحتسب الأجر. لكن أنت ما تكرفني طول الشهر وبعدين تقول لي احتسبي الأجر. حتى لو أنا حبيت أحتسبه مش هيكون من القلب، يعني هتكون أنا بسويه بس كده، لكن أنا من جوتي زعلانة يعني. والتعب مخليني ما فيش فرصة للاحتساب، أنا مجهدة جدا ومستاءة وغضبانة جدا. صحيح. فعشان أنا أصل لمرحلة الاحتساب دي أنا أحتاج إني أنا أقويها بالعبادة.
اللي هو إني أقوم الليل وأقرأ القرآن. ما دي العبادات هي اللي حتقويني إني أحتسب الأجر. تمام جدا. الحقيقة أنا بشكر حضرتك في النهاية الأستاذة سعاد دنكلاي الناشطة الاجتماعية على هذا الطرح المميز. تقبل الله منا ومنكم وبلغنا وإياكم ليلة القدر يا رب العالمين. وطبعا الشكر موصول لكل متابعين ومشاهدين برنامج قوارير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الطاعات والعبادات وأن يبلغنا ليلة القدر، ونجتهد كل الاجتهاد ان احنا نبتعد عن اي شيء يعطلنا عن استغلال العشر الاواخر من شهر رمضان الكريم. فيهم ليلة القدر خير من 1000 شهر، لو ربحناها وادركناها هنكون من الفائزين باذن الله تعالى دنيا واخرة. تقبل الله منا ومنكم. نترككم في رعاية الله وامنه الى ان نلقاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.